رغم الخساره يا اهلاويه، بس الاهلي اداء عظيم، اداء كبير، اداء يفتخر فعلا ان ده اول بيشرف مصر، فعلا الكره المصريه متشرفه ان الاهلي بيلعب، فعلا الاهلي اتظلم، الاهلي كان اتحسب عليه ضربه جزاء غير صحيحه على طبعا اللاعب بيرسي تاو لعب الكوره على بيرسي تاو اللي مارسيلو اللي بيمثل، اللي حط رجله قدامه، اللي عمل فيها تمثيليه وفيلم هندي. لا الاهلي كان احسن، الاهلي كان اخطر، لولا بس يا جماعه الفرص اللي بتضيع، فرص كتير جدا ضاعت. كهربا بيضيع كوره في ال6 يارده، مش ممكن يا كهربا، كوره برده نفس تبك الاصل، كوبي بيست بالظبط اللي لاعب بيرسي تاو في 6 يارده. يا جدع التعادل، يا جدع قرب، هتيجي هي. لكن يا جماعه اهمال كهربا، مش مركز، اللعيبه تعبت بدنيا في الشوط الثاني، ادت كل حاجه في الشوط الاولاني، وضغط عالي وهجمات وفرص، ولكن حظ نفس حظ ماتش سان داونز والاهلي برضه، الفرص كتير، فرص بتضيع. عرفنا خلاص ان هو في الشوط الاولاني عملت كل حاجه وضغط عالي وضيعت الفرص، وكمان الدنيا ماشيه معاك حلوه هو الحمد لله. لكن للاسف كنا ناقصنا نجيب جون في الشوط الاولاني، كنت تقدر تستريح في الشوط الثاني وتدافع براحتك وتخلص الماتش. لكن للاسف فرص كتير ضاعت، الفرص دي سببت ان فريق نادي فلومينسي ان هو يسيطر في الشوط الثاني. بدنيا الاهلي وقع، بدنيا الاهلي بيدافع، طبعا اشتغلنا بقى في شغل التمثيل وشغل الكعوب وشغل ملوش لازمه وضرب جزاء ظالمه. بعد كده الاهلي وقع بدنيا، اللعيبه كلها وقعت بدنيا، تغييرات ملهاش اي قيمه من كولر اللي تفهمش، عارف الاهلي لا يرى اين تنافس، يرى فقط طالما الاهلي بينافس في البطوله لابد ان يحصدها، والجمهور بيحلم بالتتويج باللقب، ونحن اكثر من يشارك في البطوله، والجمهور من حقه ان يتفائل بان يفوز الفريق باللقب. واضاف ابو تريكه للاسف الاهلي فريق كبير ويمتلك لاعبين اصحاب خبرات كبيره، حققوا الفوز بثلاثيه امام اتحاد جده، اداء عالمي، اداء فعلا يفرح كل الاهلاويه. اللي يقول لك ان الاهلي ما قدش، الاهلي ما عملش، لا الشعب كله. وانا سعيد بان الجمهور وضع لافتة بطل كاس العالم لقب مستحق فلا انتظار، وسعيد ان اللاعبين شاهدوها. وسؤاله هل في حال تخطي فلومينيزي يستطيع الفوز على مانشستر سيتي في النهايه؟ رد ابو تريكه الاهلي قادر على الفوز على السيتي واي فريق اخر. لاول مره في التاريخ، ولكن كل مباراه هي بطوله، وان شاء الله عندنا المركز الثالث، ونقدر نحصد المركز الثالث من فرق اوراوا الياباني او مانشستر سيتي باذن الله. ان شاء الله قادرين على حصد المركز الثاني والميداليه البرونزيه. معلش يا جماعه، معلش اللاعبون ثقتهم بانفسهم زادت بعد مباراه